النهارده هنتكلم عن حدث غير مجرى التاريخ. يوم الجيش والشعب المصري قدروا ان هم يثبتوا ان الإرادة أقوى من أي هزيمة حصلت. بعد 6 سنين من النكسة جاء يوم 6 أكتوبر، ومن هنا هنتكلم عن حرب أكتوبر، وهيبقى فيها أحداث مختلفة عن كل الأحداث اللي في العالم. يوم الذكاء، يوم الشجاعة، يوم الصمود. الحرب دي مش بس استرجاع أرض، دي قصة كرامة وعزة ووطن. هنتكلم النهاردة على حرب 6 أكتوبر. الحرب دي حرب العزة والشجاعة والكرامة. يوم ما قدر الجيش المصري ان هو يرجع كرامته ويزيل نكسة 67. الحرب دي كانت ما بين مصر وسوريا ضد اسرائيل. فمصر ايه اسباب الحرب دي؟ اسرائيل كانت رافضة كل انواع السلام، ورفض ان هي تنسحب من الاراضي اللي احتلتها في 67 اللي احنا اتكلمنا عليها الدرس اللي فات. زائد ان مصر وسوريا مصممين ان هم ياخدوا بحقهم، ومصممين ان هم يرجعوا ارضهم. طب مصر ايه اللي هيحصل؟ هنبدا بقى نحكي ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. هتبدا مصر ان هي تستعد للحرب، هتبدا ان هي تعمل استعدادات جواها، يعني استعدادات داخليه. زي ايه؟ اول حاجه رفع الرقابه عن الصحف. بدات مصر ان هي ترفع الرقابه من على الجرايد. ليه؟ كل ما ترفع الرقابه من على الجرايد كل ما يبقى فيه استقرار في مصر، وان العدو ما يحسش بتوتر او ان انت بتعمل حاجه. فبالتالي مصر مش عايزه تحسس اسرائيل باي حاجه بتعملها، ودي كده اول حاجه رفع الرقابه عن الصحف. تاني حاجه، مصر اصدرت دستور جديد في قوانين جديده تمشي بيه البلد، ده دستور 1971. تالت حاجه، القضاء على مراكز القوه. ان ساعتها قبل الحرب كان في كذا مكان ليه قوه في مصر، فده الوقت اللي لازم نوحد فيه كل القوه، وبدل ما نبقى متفرقين كأطراف في الجيش ان احنا نتوحد كلنا، تبقى قوه واحده وايد واحده ضد العدو الصهيوني. رابع حاجه، ان احنا كمصريين نبدا ان احنا نجهز الجيش، نبدا ان احنا نجهز الجندي المصري، وازاي يقدر ان هو يمسك السلاح، وازاي ان هو يقدر يضرب ضد العدو الصهيوني ضربه عمرها ما بترجع تاني. كل ضربه كان بيضربها كان بيرجع فيها كرامته. بنبدا ان احنا نجهز الجيش كدبابات، كمدافع، كطيارات، كل ده. دولت كده الاربع استعدادات الداخليه جوه. نيجي نتكلم بعد كده على الاستعدادات الخارجيه. ايه يا مستر الاستعدادات الخارجيه؟ ان مصر والدول العربيه لازم يقعدوا مع بعض ويصفوا اي خلافات. السعوديه زعلانه من مصر يتصالحوا، المغرب زعلانه من تونس يتصالحوا، سوريا زعلانه من الاردن يتصالحوا. اهم حاجه نعمل تصفيه للخلافات، وان احنا نبقى ايد واحده عشان نقدر نقف في وش اسرائيل في حرب 6 أكتوبر. حرب 6 أكتوبر اتعملت في نفس اليوم بتاع عيد الغفران بتاع اليهود. ساعتها اللي كان ماسك مصر الرئيس محمد أنور السادات. الرئيس السادات مسك السفارة وادى إشارة ببدء الحرب. ساعتها الضابط محمد حسني مبارك طلع بالطيارة وقام بضربة جوية ناجحة على إسرائيل، ومن هنا بدأ عنصر المفاجأة وبدأت الحرب على إسرائيل. ساعتها كتير من الدبابات بدأت إن هي تعبر لشبه جزيرة سيناء اللي كانت إسرائيل واخداها من مصر في 67. وقدر المصريين عن طريق خرطوم مية إن هم يهدموا خط بارليف من أقوى الخطوط الدفاعية، ودمرناها في 6 ساعات. حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ومن بعد كده بدأ المصريين إن هم يكتفوا الإسرائيليين، وتم أسر الكثير من الجنود الإسرائيليين، وبكده تعرضت إسرائيل لكتير من الخسائر، وتحطمت الكثير من الطيارات الإسرائيلية، وبكده قدر المصريين إن هم يسترجعوا جزء من حقهم في أرض سيناء، وتم رفع العلم المصري. في نفس الوقت هنبدأ إن احنا أكننا بنتفرج على شاشة. اتفرجنا على النص الأولاني بتاع أحداث الحرب ما بين مصر وإسرائيل. تعال نخش بقى ونشوف ما بين سوريا وإسرائيل. سوريا بدأت الحرب في نفس الوقت بتاع ضرب مصر،
وبدات الطيارات السوريه تعدي الى هضبه الجولان اللي كانت محتله من 67، وده سهل ان المدافع تبدا ان هي تخش. وقدرت المدافع السورية إن هي تدمر خط الدفاع الإسرائيلي اللي كان موجود في سوريا، اللي هو كان زيه في مصر في خط بارليف، ولكن في سوريا اسمه خط ألون. وبكده تعرضت إسرائيل لكتير من الخسائر، علشان كده مسكت التليفون: الحقيني يا أمريكا. كده عرفنا إزاي مصر وسوريا قدروا إن هم يضربوا إسرائيل، وقدروا إن هم يتغلبوا عليها وادوها، مش هقول علقة، هقول أكتر من كده. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاعنا البسيط، وتابعنا في الجزء الثاني. السلام عليكم.